حقيقي اللي يعيش ياما يشوف. النهاردة هنتعلم مع بعض أفكار بجد تحفة. يا ريتني كنت عرفت الأفكار دي من زمان، أفكار هتفيدنا كلنا. يلا بينا تابعوا الفيديو للنهاية وانتوا هتستفيدوا، ونشوف ليه بنضيف الزيت جوه الفريزر وكمان بنحط الملح على النار. يلا بينا، لايك من ايدكم الحلوة ويلا بينا على أول وصفة معانا. بسم الله. طاسة على النار وفيها كده شوية ملح، تمام كده، ومعايا معلقه كبيره من الخميره هنضيفها على النار. والوصفه بتاعت النهارده جميله جدا. اول ما الخميره كده تدوب مع الملح، وكل ده طبعا على نار هاديه، والملح بيقدر يحتفظ بدرجه الحراره. بعد ما الخميره ساحت معانا ووصلت بقى للشكل اللي انت شايفاه ده، وهنا احنا عملنا بقى وصفة جميلة جدا للهاموش وللناموس. وتقدري تاخدي الطاسة زي ما هي كده وتمشي في كل اركان الشقة عندك وكل اركان البيت، ومش هتلاقي ولا ناموس ولا هاموش. ويلا بينا بقى نشوف مع بعض. هنضيف الزيت في قلب الفريزر. ليه؟ خبير فني بقى تصليح تلاجات هو اللي قال لي على الفكرة دي تحفة كده. التلاجة ما تعملش معاكي الفريزر بتاع التلاجة ما يعملش معاكي تلج، وتقدري تضيفي اي حاجة انت حابة تضيفيها براحتك. ويلا بينا نضيف 2 جنيه في الميه المغليه. ليه احنا هنضيف 2 جنيه في الميه المغليه؟ لايك قبل ما اقولك على الفكره دي، لان الفكره دي بجد هتبهرك جدا جدا. لايك يا قمر من ايديك الحلوه. لو لسه مكمله الفيديو معايا لغايه النهايه يلا لايك بسرعه. ويلا بينا نشوف هنضيف 2 جنيه في الميه المغليه ليه. بس اول حاجه هنضيف مع بعض كده الدقيق في الميه المغليه. بنضيف طاسة على النار وفيها كوباية مية وعليها كوباية دقيق ومعلقتين من اللبن البودر ومعلقة كده من السمنة، وبعدين بنطفي عليها النار ونعجنها كويس جدا. وبقى معانا عجينة متعددة الاستخدامات. تقدري تشكليها صوابع زينب زي ما انت عايزة، تقدري تضيفيها في كيس وتحمريها بالشكل ده. عايزة اقول لكم حلويات سهلة وسريعة كده للاولاد بالليل كده تحفة. حمرتها بقى في الزيت زي ما احنا شايفين، وبنكون محضرين بقى كوبايه عسل كوبايه سيرب كده ونسقيها بيها، واحلى حلويات عملتيها. ويلا بينا نشوف هنضيف ال 2 جنيه في الميه المغليه ليه. بجد وصفه النهارده هتبهرك. ضفت 2 جنيه في الميه المغليه وفوقيهم معلقه خل وصابون مواعين. وبعد كده اي حاجه عندنا بقى فيها صدى، اي حاجه عايزين نلمعها. عايزه اقول لكم فايده ال 2 جنيه هنا بتفرز ماده حلوه كده بتقضي على الصدى اللي موجود عندنا في المقص اللي هو بتاع السمك ده. صدى موجود عندك في السكينة، المعالق اللي لمعتها راحت. ولو عندك فضة كمان حابة تلمعيها هتلمعها لك بكل سهولة. ويلا بينا بقى نشوف مع بعض وصفة سهلة وبسيطة وهتعجبك كمان. وهي معانا كوباية مية وكوباية دقيق وهنعمل منها أحلى فطاير. ويلا تابعي الفيديو يا قمر للنهاية. لايك وشير وتمنوا لي الخير. هنا انا استخدمت كوبايتين مية وكوبايتين من الدقيق وعليهم رشة ملح كده، وعجنت العجينة بقت جاهزة معايا. بسم الله. بعد كده هبتدي ان انا اقطعها قطع صغيرة كده واشكلها على شكل كده فطاير. هفرد فردة بسيطة من الدقيق وافرد العجينة عليها بالطريقه دي كده، واضيف بقى الحشو في النص كده معلقه صغيره من السكر، واقفلها كده، اضيف مسحه ميه بسيطه واقفل الفطيره وشكليها باي شكل انت حباه. تمام كده. دي اسمها المطبق. طريقتها سهله وبسيطه وحاجه كده تحفه. لو ولادك جعانين هتعمليها بسرعه البرق، ميه ودقيق فقط لا غير. وحشناها بالسكر زي ما شفتوا، وبقفلها كده بالميه. وبروح على عين البوتاجاز كده ونضيف طاسة على النار وفيها شوية زيت، ونبتدي نحمر الفطاير بتاعتنا على الجنبين. تاخد لون ذهبي جميل من الجنب ده ونقلبها على الناحية التانية تاخد لون ذهبي جميل، وهكذا لغاية ما نخلص الكمية كلها. والفطاير دي طبعا مش هتحتاج بقى ولا سيرب ولا شربات ولا اي حاجة، لان معلقة السكر اللي احنا ضايفينها من جوه هتسيح كده وتكرمل معانا وتعمل معانا عسل لوحدها. شايفين ما شاء الله. هفتحها لكم بقى من جوه واوريكم العسل اللي بيخرج منها بقى من معلقة السكر. تحفة، جربوها تعجبكم قوي. ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.